السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة جديدة للبشرة تعالج كل حاجة موجودة في البشرة، يعني مكوناتها بسيطة جدا وهتعالج حب الشباب، الجفاف، علامات الشيخوخة، الالتهابات، التصبغات، كل حاجة في البشرة. قبل ما نبدأ نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو عجبك الفيديو زي كل مرة بقولها، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك واشتركي في القناة لو مش مشتركة، وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. نبدأ على بركة الله. أول حاجة المكونات اللي احنا محتاجينها هما مكونين 2 بس، زائد الحاجة اللي هنعجن بيها، اللي هما ايه المكونين؟ اللي هو ده العرقسوس مطحون، انا طحنته يعني، ده العرقسوس، والتاني ده هو السدر. العرقسوس عفوا يفتح البشرة ويفيد جدا البشرة. في مكونات ومضادات للالتهابات الجلد، يحمي البشرة من التصبغات ويعمل على تفتيح البشرة ويقاوم حب الشباب، يخلص البشرة من الكلف ويقاوم الشوارد الحرة، ويحتوي على مضادات أكسدة زي ما قلنا. هنحط معاه معلقة من السدر المطحون، برضو ده ورق السدر اللي نضفاه وطحنته، حطيت معاه معلقة، يبقى معلقة من العرقسوس ومعلقة من السدر المطحون. هنعجن بإيه؟ هنعجن بمية الورد أو بلبن أو بمية عادية. أنا النهاردة اخترت مية الورد. عايزة تعجنيه بلبن اعجنيه، عايزة تعجنيه بمية عادية خالص من الحنفية اعجنيه، عايزة بمية الورد زي ما أنا عملت كده اعملي. هتفضلي تحطي شويه كدهوت وتقلبي شويه وتقلبي لغايه لما تاخدي القوام اللي انت عايزاه. يعني انا حطيت واقلب، احط واقلب، ما فيش عيار معين، بس لغايه لما تلاقي القوام بتاعها مناسب ليكي وحلو. من الخصائص الموجوده في السدر اللي هو ينقي البشره وينظفها جدا، كمان يمنع الالتهابات ويمنع ظهور الصدفيه والاكزيما، بيشيل تهيج او احمرار البشرة، كمان بيعمل على تفتيح لون البشرة ويعالج حروق الشمس ويحارب ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. السدر ده حاجة كده جميلة جدا، سواء كانت للشعر او للبشرة. السدر ده تحفة، يعني كفاية ان هو الرسول وصلنا بيه يعني عليه الصلاة والسلام. هتقلبيه كده كويس لغايه لما تاخدي القوام اللي انت عايزاه، وبعد كده هنحطه على البشره. شفتي كل شويه بحط، ما تحطيش مره واحده كتير عشان خاطر ما تحتاجيش تحطي كتير، يعني تحطي تاني من المواد الجافه العرقسوس والسدر، حبه حبه كده لغايه لما تاخدي القوام اللي انت عايزاه. وزي ما قلنا هتحطيه على البشره، زي هتحطيه على البشره كلها لمده تلت ساعه لنص ساعة يعني. وبعد كده هو هينشف، تفركي البشرة هيطلع لك الجلد الميت، وبعد كده تغسليها عادي، تشوفي بقى الحلاوة والنضارة واللي بشرتك بقت فيها، وتشوفي التفتيح، يعني ده تفتيح فوري، حاجة كده جميلة خالص. زي ما قلنا تقعد كده ده هتعملي كم مرة؟ هتعمليه من 2 ل3 مرات في الأسبوع. وبعد كده ممكن تحطي كريم مرطب بعد ما تغسلي بشرتك، ممكن تحطي كريم مرطب، وممكن تخليها كده عادي. لو بشرتك جافه حطي كريم مرطب بعد كده، لو بشرتك عاديه حطي كده. خلص فيديونا، شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.